المحتل الصهيوني بيستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد أهلنا المدنيين العزل في قطاع غزة، وأكيد سمعت عن الفوسفور الأبيض. هو إيه قصته؟ خليكم معايا وأنا هقول لكم الموضوع باختصار. أنا مصطفى الغريب وده سؤال. الفوسفور الأبيض ده عبارة عن مادة شمعية شفافة بيضة مايلة للاصفرار، وليه ريحة شبه ريحة التوم، وبيتصنع من الفوسفات. قنابل الفوسفور الأبيض عبارة عن سلاح بيشتعل من خلال مزج الفوسفور بالأكسجين. التفاعل بينهم بيحصل بسرعة كبيرة جدا وبينتج عنهم نار ودخان كثيف. والقنابل الفوسفورية أو قنابل الفوسفور الأبيض هي سلاح محرم دوليا بحسب اتفاقية جنيف سنة 1980، واللي نصت على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة. ولكن على الرغم من ده الصهاينة استخدموه في الحرب ضد غزة في 2008 ودلوقتي كمان. الفوسفور الأبيض ده بيسبب حروق في جسم الإنسان ممكن توصل للعظم. القذيفة الواحدة بتقتل كل كائن حي في مكان وقوعها على مدى 150 متر. استنشاق الغاز الناتج عن القنبلة دي بيؤدي لذوبان الرئتين والقصبة الهوائية. ودخان القذيفة الفوسفورية بيصيب الأشخاص الموجودين بالمنطقة بحروق لاذعة في الوش والعين والشفتين. والوقاية بتكون من خلال التنفس من خلال قطعة قماش مبللة بالماء. الفوسفور الأبيض كمان بيلوث التربة والأنهار والبحار، وبالتالي بيزيد ضررها على الإنسان. سلام.